اشتغل على قد فلوسهم، دفعوا هاشتغل. لو حاجة صح أنا شايفها مش هاعملها عشان هم أصلًا شركة ما تعبانة وما بتدفعش فلوس ومنشّفينها علينا وما ادّوناش bonus وأنا كده إيه، هانتقم منهم في الشغل. ده أنا هاخد اللابتوب بتاعهم أبيعه. كلام كُلّه عجْن وغلط ويدُل على حاجة إن أنت مش professional وإن أنت مش فاهم في الشغلانة وإن أنت أصلًا المفروض ما تشتغلش في corporate، أنت المفروض تشتغل تحت السلم. ده كلام مش professional. أنا دلوقتي لو عندي مشكلة مع الشركة لازم أتكلّم مع مديري، أزوّد مرتّبي، لو مش مبسوط في الteam اللي أنا فيه أغيّره، لو أنا عايز أروح في حتّة تانية أحسن أتكلّم، لو أنا البونص بتاعي اتضرب أقول لهم. إنّما فكرة إن أنا أنتقم من المكان اللي أنا شغّال فيه ده بس لمجرد إن حصلت حاجة مش على مزاجي، ده قمة عدم المهنية اللي ممكن تلاقيها في أي بني آدم، وقمة عدم الأمانة. وأنا شايف إن ده كمان مخالف للدين والشرع إنك تفشّل corporate أو تفشّل شركة لمجرد إن في حاجة غلط عندك وأنت مش متكلم عليها وممكن الناس تبقى ما تعرفهاش. أو أبسط من كل ده عشان تطلع من الذنب الكبير ده إن أنت تأذي ناس هي المفروض مأمناك على شغلها، إن حضرتك تستقيل وتشوف لك شغلانة تانية. لو عجبك كلامي اعمل لي لايك واعمل لي شير، لو عندك رأي في الكلام اللي أنا قُلته ده اكتب لي في الكومنتات.